السلام عليكم. مع عالم نصيرة. اليوم حنتقاسم معكم هاد الوصفة تاع الكويرات. يجو بزاف بنان، نقدروا نتناولوهم مع العدس ولا نتناولوهم مع زيت الزيتون، يعني صحيين. هذا هو وقتهم. شوفوا هنايا كيفاش يجو ما شاء الله. بقاو معايا رايحين نوجدوا الوصفة مع بعض. هنايا بديت بسم الله بعد ما جبت الكويرات، حشيش كويرات، يعني فيهم فليو، فيهم نبتة، فيهم زعتر، فيه حسنية، قزبر، نعناع، يعني كامل الحشاوش تاع الكويرات. هنايا بديت نقطع فيهم على الطريقة تاع زمان تقليدية، هكذا نقلبو المهرز ونقطعوهم حتى نتحصلوا على أوراق هكذا رقاق، هكذا نقطعو ونعاودو حتى نتحصلوا هكذا. ودرت درسة في المهرز، الثوم، الحار، الفلفل العكري والملح، ودرستهم. وهنايا بديت، هاهي جبت السميد يكون خشن، ضفت كمية، نضيف هذيك الدرسة اللي درستها، ونضيف حبة بصل كبيرة مقطعة هكذا قطع صغيرة، نضيف الملح، ونضيف الزيت، من الأحسن تكون زيت الزيتون. هكذا ونخلط مليح هذاك البصل وهذيك الدرسة مع هذاك السميد، هكذا ندخل كامل، ونبدأ نخلط. هذه الأكلة شعبية، يعني من وصفاتنا التقليدية في العميتيجة. هكذا نخلط كامل هذاك الحشيش مع هذاك السميد، هكذا نشوفو كي نفتو هكذا يلعب، يعني مازال هكذا كي نحل مازال الحبة، مازال نضيف شوية، أنايا نزيد نضيف شوية تاع السميد. هكذا نتحصلو على حبة تشد روحها. هذا هو هذا هو هاهو ملي نحوسو عليه، ونبدا نشكل في الحبات. هاهي الحبة ما تنحلش، واللي يحب يديرهم حارين بزاف يزيد يضيف الحار ولا الهريسة. صدقوني جربوهم يجو بزاف بنان. يعني كي نجيبو الكويرات نقيوهم، نحيو غير الأوراق، فيهم يعني فيهم هذاك البسباس البري، فيهم البصل هذاك، نغسلوهم مليح هكذا نديروهم يقطعوا في الكسكس ونقطعوهم. هاو هنايا بعد ما شكلتهم نجيب الكسكس ونحطهم، والقدرة راهي فوق النار، الماء راهو يغلي، نديرهم نغطيهم ونخليهم يطيبوا. نديرهم فوق النار،
هنايا راهم يطيبوا مازال اللون تاع الحشيش خضر، يعني مازال هكذا كي يتبدل اللون تاعهم وتشوفي هذاك السميطاب تعرفيهم بلي وجدوا. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة تاع اليوم، تجربوها، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.